هنحدق السردين في البيت بطريقة المحلات. هيطلع معاكي احمر ومستوي جدا ودايب ومن غير اي مكونات خرافية ولا اضافات خزعبلية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي، وتقولوا بتشوفوني منين. الفيديو ده طلع من السعودية، عايزين نشوف وصل لفين. عندي سردين مقاسه صغير مغسول ونضيف. هبدأ ان انا انشفه بالمناديل، يا هنشفه واحدة واحدة يا اما هفرد على الرخامة مناديل او قماشة او فوطة اي حاجة وافرد عليها السردين واضغط عليه كده بحيث ان هو اشيل من عليه المية بتاعته. هجيب بقى اي علبة عندي فاضية هعمل لها قاعدة كده ملح وشطة بس، عشان السردين احدقه من تحت ما يبقاش وشه بس متحدق ومن تحت ما تحدقش. ما تنسيش الخطوة دي. وهرص بقى السردين عكس عكاس، راس عكس الديل بالشكل ده. هكمل بقى بقية الطبقات بتاعتي كده بالشكل ده، وهحط على الطبقة التانية ملح وشطة. وخلي بالي وانا بحط الملح ان انا اركز على الراس بتاعة السردينة، لان هو دايما بيتحدق من الراس بيخش فيها الملح فبتعدي بتمشي على السلسلة بتاع السفة اللي في السردين، هو اللي بيحدق السردين. هكمل بقى بنفس الطريقة وارصه كله عكس عكاس بالملح والشطة بس. لا بنضيف كركم ولا بنضيف هريسة شطة ولا بنضيف اي حاجة من الحاجات اللي الواحد بيشوفها دي، ولا ملح ليمون ولا اي المكونات من المكونات الخزعبلية دي. اخر بقى كام سردينة معايا حطيتهم كده في الجنب وارش عليهم برضو. هنا بقى انا لما باجي هنا تحفظي السردين بتاعك بحيث ان هو ما يكونش طبقة ريم على الوش او ان هو يطلع معاكي ناشف او مجلد، لازم تحطي عليه زيت. تحاولي ان انت تغطيه كده بالزيت. الزيت بيبقى زي كفر كده من بره بيحميه من البكتيريا، وكمان بيخلي السردينة نفسها طرية ما تنشفش او تجلد وبتطلع معاكي حمرا. دي طريقة المحلات، ما بيعملوش ازيد من كده. بس هغطيه بقى، بتحطيه في مكان مقفول خالص. انا بحب اعينه في التلاجة، بغلفه وبعينه في التلاجة. هنا بعد ما عدى 4 ايام شكله جميل وريحته تجنن وشكله مستوي. طبعا لو السردين اكبر من كده ممكن يقعد معاكي كمان يبقى اسبوع، مش 4 ايام بس، انما ده ممكن تفتح عليه بعد 3-4 ايام بالكتير. نجرب واحدة كده مع بعض. اللحم بتاعها طري خالص ولونه احمر، طرية مش مجلدة، طعمها تجنن بجد. لازم تجربوها وتبطلوا تشتروه من بره، مش عارفين بره محفوظ ازاي ومعمول ازاي وايه اللي مستخدمينه. الطريقة دي هتعجبكم جدا في التحديق. وعلى فكرة دي نفس طريقة تحديق الفسيخ برضو، الملح والشطة بس. بروح بقى بشيل الراس بتاعه بالبطن كده بتسحب معايا، واروح فتحاه وشايله منه السفة بتاعه واحفظه في علب تانية بالشكل ده كده. اروح بقى احطها في علبة تانية، مرصاهم كلهم، اخلص الكمية اللي عندي كلها ورصاهم كلهم في العلبة، وارش عليهم زيت وليمون. ده هنا بيبقى جاهز معايا للاكل على طول، كل ما تحتاجي تطلعي منه من غير ما تقعدي تنضفي بقى من اول وجديد ولا كده. بخلص الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة واحفظها بالزيت والليمون في العلبة. ووقت ما تطلب معاكي بقى ايه تطلعي 3 الفجر بقى، الصبح، بالليل، وقت ما تحبي. طبعا السردين والفسيخ والحاجات دي ملهاش مواعيد في الاكل. وبس خلاص، لو وصلتوا للفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد، وما تنسوش تحطوا لي لايك.